ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ بكون بخير. معاكم محمد جيمنج. النهارده يا شباب هشتغل في مطعم، لكن مطعم بيتزا. وطبعا يا جدعان مطعم بيتزا لكن في وظيفة واحدة، يعني مش هشتغل كعامل توصيل، لا هشتغل النهارده يا جدعان شيف. النهارده يا جدعان هنعمل اكل بقى وندي للناس وكده. طبعا قبل ما نبدا اضغطوا لايك اشترك مع القناه لو مش مشترك على ابكا. طبعا عايزين نوصل الفيديو دوت 10 لايكات، واتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم ويلا بينا. طبعا يا جدعان دخلت اللعبة لقيت على طول دوت جالي وبيقول لي متجر البيتزا آخر، هل تحاول أن تخرب منطقتي؟ أنا هقول لأ. فبيقول لي حسنا كان ذلك واضحا، دعنا نراك تصنع بيتزا بالجبن. فقط 6 شرائح بصل وجبن. ماشي لازم اخد عجينة. تمام، معايا $58 ودي الصلصة. ماشي نجرح ماشي نجرح حاطين مثلا كده يعني نغرقها يعني. ماشي ناخد من ده، نبدأ طبعا نغرق. انا هوريك بقى، ده انا احسن منك يا ابني. نحط منه صح. وايه ده دوت عشان ايه؟ يكون بإضافة الزيت الى الفرن لتسريع العملية. ماشي نحط $7. يلا تمام كده خلصنا يا جدعان. هنحطها هنا ونبدأ نقطعها. ماشي ايه ده ابقى المفترض اعمل كده. ماشي تمام، ونعمل هنا تمام، ونعمل هنا كده تمام. لازم بقى ناخدها ونحطها هنا ونقفل بقى في العلبة. خلاص دي اول طلبية عملناها. اتفضل اهو، يلا خد. ممتاز، هذه أسوأ بيتزا رأيتها في حياتي، لن تكون أبدا فرن يلا الكلام يلا البارد ده انت احتاجه الى بيتزا لكن لا تكلف نفسك عناء ولا تضع من تلك الاضافات الفاخرة، فقط صلصة وجبن. ماشي شكرا. ماشي دفعت $7. تمام. طبعا يا جدعان نروح حاطين دي، لكن اللي قال لي البيتزا وحشة يا جدعان ده انا هوريه. عامل نفسه احسن مني. ماشي انا هوريك. ماشي نغرقها بس الصلصة كده يا جدعان على السريع. كده كفاية. وبقى جبنة بقى، يلا هي عايزها بس صلصة وجبنة، يعني مش عايزها اي اضافات فاخرة زي ما هي بتقول يعني. ناخد دي ونحطها هنا. يلا طبعا هتبدأ خلاص كده سخن. انا مش عارف ازاي بتسخن بسرعة كده. المهم هنعمل بقى كده، نبدأ نقطع بقى البيتزا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا جدعان. تمام كده خلصنا. نحطها هنا ونقفلها زي يلا اتفضلي اهي البيتزا اهي. انجاز. ماشي انا عارفك احب هذه البيتزا بدرجة انني شراء. شكرا. الوحيدة اللي قالت لي كلمة حلوة يا جدعان. انا هنا من اجل البيتزا. ماذا؟ اسف، مجرد بيتزا بالجبن. ماشي. نبدأ طبعا يا جدعان نحط دي، يعني اول خطوة عرفناها. اظن هيبقى فيه اضافات او حاجات جديدة يعني. طبعا متحمس يضغط لايك. يلا بقى البيتزا جايه لك بس اغريها لك جبنه عشان عارف ان انت بتحبها. ماشي نروح بقى الخطوه دي. يلا بينا. هو في حاجات تاني؟ لا في. ماشي تبقى قوي. يلا ماشي كده خلصنا. هنحطها هنا. نبدا بقى نقطع كده على ميلنا. يلا تمام كده خلصنا دي. نحطها هنا ونقفلها زي. يلا بينا. طلبية خلصت. لم يكن هناك افضل من ذلك. شكرا لك. العفو يا صاحبي، العفو. يلا بقى ده يا جدعان طبعا اليوم الاول بيتزا بالجمله. لا تنسى الصلصه، لقد نسي بعض الناس الصلصه من قبل. يا ابني حبيبي انا بنساش يا بابا، انا اول يوم لكن ما بنساش. نحط بس صلصه نغرقها. يلا بينا على السريع كده اهي. مش بتاع الصلصه اهي. يلا وجبنا اهو. يلا بينا مدلعه كان. يلا نحط دي كده. يلا بينا على الفرن. عايزين نسرعها معلش، بس هندفع كده فلوس عشان نسرعها ما تكونش بطيئة. بحط زيت فتتسرع اسرع، فتبقى قصدي يعني سريعة. المهم هنجرح مقطعينها كده وكده وكده. يلا بينا حط. يلا يا عم بيتزا بالصلصة اهو ولا يهزك. يلا لقد اكتملت حياتي بهذه البيتزا. يلا بينا اللي بعده.
طبعا جالي يا جدعان رسالة من رابطة البيتزا بتاعت العالم، فبيقول لي تحياتي من رابطة البيتزا وردنا نرحب بك في عالم البيتزا. طبعا في منافسات هخش فيها وهكسب جوائز وكده. تمام. هم ادوني دلوقتي يا جدعان ايباد عشان ايه؟ تمام. تمام. هنا بيقول لك راعي ايه؟ راعي ده راعي ايه؟ راعي رابطة البيتزا العالم، اعلان بجوهرة. لا شكرا. هنا طبعا انجاز. تمام كده اقدر اعمل دي. لا فكك بقى. ماشي. هنا طالع هنا سجل دخول الى اللعبة. ماشي. وهنا استخدم مسرع الفرن 2 من المرات. كويس. حلو كده. هنا نقدر يا جدعان نطور من نفسينا. تمام. طبعا يا جدعان هي دي الفلوس اللي عندي اللي هي 51 وبخشيش $6 واستعادة الاموال مفيش، واللوازم صرفت حوالي يا جدعان $14 واجمالي الارباح $43. فطبعا ايه هنا بيقول لك بيبيروني. يا جدعان دلوقتي هيكون عندنا بيبيروني نحطه للبيتزا. تمام. وهنا طبعا في ترقيات. هنا ينزل احد مكون. تمام. فيها حاجات جميله جدا يا جدعان. فطبعا متحمس وخلينا نلعب اللعبه دي تاني. وصلوا الفيديو 10 لايكات وطبعا نخش ايه يعني اخبار. كلمات لا تحتوي ايه على كلمه بيتزا فيها لمزاج بناتها ايه. بص بتتكلم ازاي يا جدعان. ايه يا بنت؟ ايه ده؟ انا مش عايز اشاهد، انا بس ايه عايز اخش ايه للشغلانه يلا بينا. مش عاوزها. جالي تاني يا جدعان. بيتزا الجبن رائعة ولكن لا تنضم في البطولات الكبيرة. عليك اتقان اللحوم المعالجة وملك اللحوم المقددة هو بالتأكيد البيبروني. دعنا نرى واحدة. يلا بينا يا عم هنخش ونوريك. لو انا نرى البيبروني يلا انا هوريك. هو طبعا دفع فلوس. ايوه كده انت ما تخشش ببلاش. طبعا نحط الصلصة. انا قلت لكم يا جدعان في اضافات. انا عايز احط الصلصة بس. في اضافات جديدة زي البيبروني وفي حاجات كتيرة طبعا ان شاء الله ايه هتتفتح عندنا. طبعا الجبنة كده. واهم حاجة البيبروني. اضافة المكونات عمل سهل فقط تحتاج الى 18 منهم 12 جزء. ماشي. احطها بالواحدة. انا شغال عندكم انا. ماشي. يلا اي خدمة. زمان عاملة كده ليه؟ يلا ايه عايزين بس نسرع العملية كده. يلا على السريع عشان نوريه ان احنا افضل مطعم بيتزا يا جدعان. صح ولا بتهيالي؟ يلا نقطع هنا وهنا وهنا. تمام. يلا بقى ادخل هنا واحلى ايه بيتزا بالبيبروني. صح ده ممكن تشوف وصفة جديدة. اتفضل. اخيرا. واو هذه بيتزا حقيقية. بيتزا حقيقية ايه؟ القرف. تصدق بالله ده انت اللي موت. عارف انا ايه ده؟ بيبروني. ايوه. طب دلوقتي يا جدعان عايزه بيتزا بالبيبروني لكن دوت يا جدعان كل شويه بيغلط فيا. انا عملت له ايه ده؟ مش فاهم والله. ماشي. نحط بس ايه الصلصه. يلا على السريع. جبنه. يلا بينا. ماشي. نحط ايه بالواحده هنا كده. طبعا يا جدعان كل ما تضيف لي حاجه جديده كل ما حد هيجي يطلبها يعني وكده. فطبعا اظن ان في حاجات هنا هتتفتح بدل مثلا القطاعه دي يعني وكده. فنبدا نقطع البيتزا بشكل مثالي يعني. يلا بينا. هي بيبقى فيه يا جدعان فوق هنا. ماشي. هي راضيه بنسبه 67. مرحبا. هل يمكن الحصول على البيبروني؟ ايوه حسنا. اكيد طبعا. انت بس اطلب معانا التاني الباب. انت مش عارف ليه دخل. لكن اهم حاجه ان هو دفع فلوس. يخش يدفع فلوس لكن يخش ويشتمني انا ما ارضاش على كده. المهم نحط بس الجبنه. يلا نحط اي خطأ يا جدعان طبعا هنضطر نرميه في الزباله. فان شاء الله طبعا ما نخطأش. يلا بينا. البيتزا جايه. غلطت في دي. حطيت البيبروني بره. المهم يلا بينا نقطعها. قطعتها مش بشكل مثالي يا اخي. لا ايوه كده. بوظتها يا جدعان. اول بيتزا ابوظها. نعم ماشي. اداني بقشيش. حلو تبس. ايه.
بص يا جدعان شكلها عامل ازاي، صلصة وجبنة هيا. ماشي، هي عايزة مش عايزة بيبروني، هي عايزة اللي هي الصلصة. يلا صلصة. هي شكلها وزع يا جدعان. وجبنة. تمام جبنة، لا للتنمر. وبس نحط هنا. وهو مش عارف هيبقى فيه هنا حاجات تاني جنب هنا ولا لأ. في ورقة فوق صلصة جبنة. ماشي، ده الطلبية اللي هي طلبتها طبعا. وطبعا لازم النقطة دي بشكل مثالي كده. أيوه تمام. يلا بس شفتوا يا جدعان شكلها حلو ازاي؟ لما بتتقطع بالشكل المظبوط بيبقى شكل البيتزا حلو. عايزين لسه مثل الورد. ثانك يو. ماشي نخش هنا والإنجاز. شكرا. يلا بينا على الطلبات. هنا بيقول لك قم تقديم 8 بيتزات عملتها. قم بشهادة 3 إعلانات. ماشي، دي واحدة من الحاجات اللي لازم نعملها. يلا اللي بعده. أيوة كده، الحصول على بيبروني بدون أي بيبروني. الحصول على بيبروني بدون أي بيبروني. مش فاهمة لماذا. ماشي. بصوا يا جدعان أصل أنا ما فهمتش. يعني هو بتقول لك حط بيبروني من غير بيبروني. افهمها ازاي دي؟ يا شيخنا فاهمين الطلبيه. تمام، نحط جبنه وهي طبعا مش عايزه بيبروني. طبعا الشمس راحت فكده خلاص خلصنا. نعمل بس اسراع كده على السريع عشان نكون خلصنا. يلا نحطها هنا ونبدا بسم الله كده. نقطع 1 2 يلا 3. تمام كده خلصنا يا جدعان دي. واظن ان دي الطلبيه الاخيره. لقد فزت باليانصيب، سوف اعينك طباخ. لا شكرا. انجاز فتح زبائن سعداء. تمام كده خلصنا اول واحده اهو يا جدعان. الدخل 49 لكن ارباح 31. تمام حلو. في ميزات تانية اضافات. العب 1 اكتر يوم الالغام. ماشي، العب يوم كمان يا جدعان ويتفتح الفول ده ومش عارف ايه ده يا جدعان. ماشي، هنا بيقول لك جرب القيقب بالبقشيش ب20 جوهرة. الله يخرب بيت ام الاسعار يا جدع. صناديق خريفي. الله اللي هي الشتائي. جميلة دي يا جدعان جميلة. ماشي نشتري واحدة من دي. طاولات ترقية $20. ماشي. مش معايا فلوس ان انا اجيب طاولة خريفي، فنجيب حاجة رخيصة الاول. يعني مثلا نجيب اللي هي ب80. لا مش معايا. ماشي. كل ده طبعا يا جدعان هنطوره مع الوقت. لا عجباني دي حلوة. كل ده طبعا هنطوره مع الوقت يا جدعان. فنروح طبعا لليوم التاني. طبعا دلوقتي يا جدعان بيقول لك مرحبا، انا محطتي الاولى في اليوم، لدي طرد لك. شكله يا جدعان الطرد كبير. فنقول له حسنا. يلا ده ده البتاع. ماشي. اتمنى لك اليوم عظيما. ماشي شكرا. يلا الله يخرب بيتك. هو انا كل مره اجري تيجي. كنت احسب ان المتجر بيتزا الصغير قد اغلق. لقد هل تقدمون حتى بيتزا النصف والنصف هنا؟ النصف والنصف هنا؟ اقول له نعم مثلا. على الاقل انت تعرف ان هؤلاء الناس مترددين. دعنا نرى كيف تقسم. تلك البيتزا اسمها نصف جبنه. ماشي، انت بتتحداني؟ هنا بقول لك نصف جبنه بيبروني. فهمت. اللي هو نص بيبروني يا جدعان ونص جبنه. فهمت. ماشي، نعملها على 3. تمام ماشي. يبقى نعملها زي ما هو عمل كده بالظبط. ماشي، نعملها زي ما هو عمل كده. تمام. نحط طبعا جبنه في كل مكان. ربنا يستر. بس مش عارف انا كل ما يجي يتحداني ليه. المهم ان هو بيدفع فلوس. ده المهم اللي انا حاجه اللي بستفاد منها. ماشي، فين اللي هقطع بيها؟ ماشي. فهمت. اهو تمام. اللي هو عايزها كده. تمام صح. ولازم نقسمها يا جدعان. في فوق عند الفرن بيبقى فيه قلب او ممكن يبوظ. فاهمين؟ تمام كده اللي هي بالطريقه دي يا جدعان. حلو. تتحداني؟ عملتها. وبص يا جدعان الصندوق جامد صراحه. يلا هذه في الواقع جيده جدا. اعني يا له من غائب. تصدق والله العظيم لو دخلت هنا تاني انا ضربك بوشك.
اهلا ايها الفران المحترف، انه من دواعي سروري لعقابك اخيرا سأقوم بالاحتفاظ بالمقدمة لوقت لاحق. الأهم أنا أريد منك خدمة قبل أن ينتهي موسم الشغل. ماشي. أنا أعمل مع فريق يحب خدمة الآخرين ويجير أفكارهم. موسم الشكر قد بدأ ونحن اختيار قصة مميزة لتحريك القلوب. نعم شكرا لك. واو رائع، شكرا لك. إيه ماشي. هنا بيقول لك التسجيل. ماشي. هكون سجلت يا جدعان في قصة ينتهي الحدث خلال 6 أيام. تسجيل القصة الملهمة سيكون أمرا ممتعا على الرغم من أنني لا أعلم عن ماذا أبحث. ماشي. طبعا ناخد دي وناخد دي ونطلع من هنا. يلا الزبون الأول. أيوة كده الحصول على بيتزا نصف بيبروني ونصف جبنة. اريد البيبروني على نصف البيتزا والجبنة فقط في النصف الآخر. زي اللي أنا عملتها يعني. ماشي. هنجري حاطين طبعا البيتزا والصلصة والعب بقى يا ولا. بص هغرقها بالصلصة كده. تمام. والجنب ده طبعا جبنة في كل حتة. يلا في كل حتة. يلا ماشي كده يا جدعان. عملنا دوت. هنيجي بقى عند النص البيبروني والنص جبنة لوحدها. تمام كده خلصتها. انا بس على السريع، خليك سريعة كده. ضفت لها زيت صح؟ ايوه. هنبدأ طبعا نعملها زي بتاعت اول مرة، هي عايزاها كده. الراجل بيتحداني على اساس ان المطعم بتاعه افضل واحد، فهو بيتنافس معايا يا جدعان. تمام. ده راجل مين الصراحة. لم اقم بتقديم اي طعام اكثر من هذه البيتزا. شكرا ثانك يو. ما اقدرش اخد من فلوسي. احتاجه بيبروني بدون جبن. اللي هو الصلصة. لا يستطيع جسدي هضم منتجات الألبان جيدا. شكرا لسؤالي. ماشي. ما فهمتش يا جدعان، لكن هي أظنها عايزة صلصة. تمام. نعمل كده صلصة. وعايزة اللي هي البيبروني من غير جبنة. تمام. أنا حطيتها يا جدعان أي هبل. تمام خلصت. يلا نعمل دي ونعمل دي، نعمل دي كده ونعمل دي ونعمل كده. يلا بينا. يلا اريد تقبيل هذه البيتزا. ماشي. نقف هنا يا جدعان. طبعا هنا وصلنا لاخر الفيديو. طبعا عجبكم الفيديو متنسوش تضغطوا لايك، اتمنى تشتركوا معايا في القناه الجداد معانا. حبيت طبعا اكمل في اللعبه دي. وصلوا الفيديو 10 لايكات واشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد مع محمد جيمنج. ويلا سلام.